السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الرز بلبن الكريمي بطريقة سهلة وبسيطة. اتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو لقناتي على اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل ليكم اشعار بكل جديد. تابعوا معايا الفيديو. مقاديرنا سهلة وبسيطة جدا وطريقتنا كمان سهلة وبسيطة جدا. في حلة بقى هنحط مقاديرنا دي ل2 لتر من اللبن. هنحط 4 كوبايات من المية زي ما انتم شايفين كده، وهنكون غاسلين بقى كوباية رز، غسلينها كويس ومصفينها من المية كويس. هنحط ال4 كوبايات مية وهنحط كوباية الرز على النار لغاية اما الرز يغلي هو والمية، والرز يبقى الحباية تنفش شوية تكون داخلة على سوا. هنا بقى هنكون محضرين بقى ال2 لتر من اللبن. طبعا اللبن انا مشيلتش القشطه بتاعته، جبته وحطيته في التلاجة لغايه ما عمل وش كده زي ما انتم شايفين، القشطه ما شاء الله على وشه. ومعانا معلقتين كبار نشا، ومعانا كوبايه سكر. طبعا السكر على حسب الرغبه. هنا بقى طبعا الرز بتاعنا هو شرب الميه والحبايه داخله على سواهيت. طبعا هكمل سواها اما اجي احط اللبن ويغلوا الاتنين سوا مع بعض. هنحط بقى ال2 لتر من لبن بالقشطه بتاعتهم زي ما انتم شايفين، يعني حليب كامل الدسم، طبعا عشان نطلع الرز بتاعنا جميل وطعمه كريمي وجميل. هنا بقى فضينا القشطه بتاعته، كان في حبه كده رحنا احنا ايه جايبينهم بالمعلقه. هنقلب بقى الرز بتاعنا على النار، وبعدين نحط كوبايه السكر بتاعتنا. وطبعا ممكن السكر يزيد لغايه كوبايه ونص عادي على حسب السكر اللي انتوا حابينه. طبعا اللبن غلي معانا اهو زي ما انتم شايفين، الفوم اللي معمول على الوش ده هو ده قشطه، عباره عن قشطه بتخلي طعم الرز بلبن جميل جدا. هنقلب كده وبعدين نحضر بقى النشا. معلقتين النشا بقى احط عليهم كوبايه ميه واقلبهم كده مع بعض كويس لغايه ما النشا تدوب، وطبعا الميه تكون ساقعه لغايه ما النشا تدوب. وبعدين نضيفها على الرز بلبن ونقلب لغايه ما النشا تستوي معانا. وطبعا اللبن اول ما غلي كده هوطي النار عليه واسيبه النشا تستوي فيه. طبعا اللبن هو تقل معانا وبقى كريمي، وطبعا لازم تكون نوع النشا كويسه عشان تخلف الرز اللي بلبن معاكي. هنا الرز اللبن بقى بتاعنا تقل وبقى كريمي اهوت. وطبعا ما ينفعش يتقل اكتر من كده، لانه ممكن اما يتقل اكتر من كده هيبقى تقيل قوي وهيشقق منك لما تيجي تحطيه في التلاجة، هيشقق منك. هنا بقى حطينا في الاخر نكهه كده اللي هي شويه فانيليا صغيرين، ونقلبهم مع الرز بلبن، او ممكن نحط ماء زهر او ماء ورد اللي هي صالح للطعام، بتدي طعم جميل جدا برضو. وبس. طفينا بقى على الرز، هنصبه بقى ايه في الاطباق بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، جميل جدا وقوامه كريمي ولسه كمان هيتقل لما يدخل التلاجة. تمام كده خلصنا بقى الاكواب بتاعتنا، وممكن كمان حطينا منه في الفرن، حطيناه في طواجن صغيره زي اللي انتوا شايفينها ديت، وولعنا عليها الشوايه من فوق خدت لون كده من الوش، وبعدين طفينا تاني. والتزيين براحتك بقى بمانجا، مكسرات، زبيب وجوز الهند زي ما انتي حابه. طبعا ما يبرد خالص بنحطه في التلاجة، بنغطيه بستريتش بكياس ستريتش، او بتغطيه لو العلب بتحطيه في علب مثلا ليها غطيان بتاعتها. اوكي. طبعا شايفين الرز بلبن كريمي ازاي وجميل. اتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو لقناه اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد.